بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: رحيل المؤرخ القدير الأستاذ دكتور سلام شافعي محمود سلام. مؤرخ قدير شهد له الجميع بأنه متميز وله مؤلفات تعلمنا منها. هو أستاذ في كلية الآداب جامعة بنها قسم التاريخ، وله عدة مؤلفات خاصة فيما يتصل بأهل الذمة سواء من المسيحيين أو اليهود. من مؤلفاته أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأيوبي، وله أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول. كذلك اهتم بحصون خيبر، وله دراسة عن حصون خيبر في الجاهلية والإسلام، وله دراسة عن التجارة في خيبر في مرحلة ما قبل الإسلام حتى عهد عمر بن الخطاب. وبالفعل هذا العالم الفاضل أشاد به الجميع وتأثر الجميع برحيله، وقد درس في المملكة العربية السعودية، وسمعت عنه كلاما طيبا من كافة الذين تعاملوا معه، وشهد له الجميع بأنه إنسان فاضل قبل أن يكون مؤرخ قدير. وقد تعلمت من كتبه مثلما أتعلم من كتب الجميع، وأفادني في جوانب متعددة خاصة عن أهل الذمة في العصر الأيوبي، وما ذكروا عن موسى بن ميمون طبيب الشخص لصلاح الدين الأيوبي الذي ولد في قرطبة عام 1135 توفي 1204، وصاحب العديد من المؤلفات ومنها دلالة الحائرين Guide of Perplexed. فترحم الدكتور سلام شافعي وقدم خالص العزاء لزملائه في قسم التاريخ بجامعة بنها العزيزة. رحم الله تعالى هذا المؤرخ القدير. وأنا أتمنى أن يأتي اليوم الذي فيه تسلط وسائل الإعلام الأخبار على إنجازات المؤرخين الأفاضل والعلماء والباحثين، وتذكر رحيلهم حتى لا تضيع ذكراهم في غياهب النسيان. شكرا جزيلا.